السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وإخواني إخوة الإسلام. معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن السلف. هل هو صالح أم هو طالح؟ عشان احنا عندنا جماعات سلفية كتير، وعندنا الأزهر بيناصر السلفية. فهل يا ترى السلف صالح ولا طالح؟ أغلبه، غالبيته إيه؟ أولا كده من الوجه العام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طب الشوية الصغيرين المؤمنين يبقى قال لك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يبقى إذن أكتر الناس مش مؤمنين، والشوية القليلين مشركين. خلاص، ده القاعدة العامة في كتاب الله، هكذا قال الله. نيجي بقى، هل السلف صالح؟ صحيح. الخرافات، امال الخرافات دي كلها المخالفة للقرآن دي مين اللي جابها؟ أنا؟ أنت؟ يعني اللي بتسمعني ولا بتشوفني؟ ولا السلف؟ يعني خلي بالك. وبعدين، هل ربنا بيحب السلف؟ لا، ربنا بيكره غالبية السلف. ازاي؟ خد يا سيدي. وما محمد، من القرآن اهو، كله كلام بقرآن عندنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكله أغلبه انقلب على أعقبه. وهقول لك إزاي دلوقتي. تيجي بقى، مش عملوا حاجة اسمها الفتوحات، والأزهر افتخر، صار الفخر عنده في أعلى أوجه. يعني حاجة جميلة جدا انه حصل فتوحات اسلامية. مش ده كده قالوا كده؟ هذه الفتوحات هي صورة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين قال ايه في القرآن؟ قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اللي بيقاتلك بس، يعني القتال في الاسلام هجوم دفاعي مش هجومي. انتوا بقى هجمتوا على الدول من العراق شرقا الى اسبانيا غربا، كل الدول بالسلاح، دخلتوا الجيوش بالسلاح ومعكوش مصحف واحد. يبقى اذا دول بقى بيحبهم ربنا، بيقول كده: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. خرمت ودنك دي ولا جت في دماغك اصلا، ولا تدبرتها يوم من الايام وانت بتفخر كده عبد الرحمن بن عوف وعقبة بن نافع وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص والناس دي، وسعد بن أبي وقاص والذي منه، وانت بتفخر بالناس دي؟ فكرت مرة ان ربنا بيقول ان الله لا يحب المعتدين، وحضرتك بتحب المعتدين وساب ربنا؟ مش هو ده كده؟ انت بقى بتحب المعتدين وساب ربنا. ربنا بيقول لك ان الله لا يحب، وانت بقى بتقول له: لا بس انا بحب. بقى تحب؟ ما هو الازهر معلمنا كده في المدارس. مش وريتكم انا قبل كده كتب التلامذه في المدارس العاديه. ناس بتفخر بالأسرى وسبي النساء. يقول لك ان عقبة بن نافع أرسل 81,000 امرأة وفتاة لبيت الخلافة الأموية بدمشق للاستمتاع. هو ده الإسلام؟ هو ده السلف الصالح؟ وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، مسؤول على مين؟ على الكفار. طب هو ربنا قال لك خلي سيفك مسؤول على الكفار؟ يا ابني، يا اللي اخترعت الاسم وكنت كلك فخر بخالد بن الوليد، هل ربنا سبحانه وتعالى قال لك كن فخورا بسيف مسلول على الكفار وهاجمهم؟ القتال في الإسلام دفاعي فقط، لا قتال هجومي إلا عند الفساق والذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذه كل الحكاية.
علموكوا الاسلام غلط بالمشقلب يعني. ما هو ربنا بيقول لا اكراه في الدين، وهو بيقول لك لا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، حتى عشان فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ده حديث، وحديث صحيح، وفي البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، وحديث صحيح، وهو حديث فاجر كافر بالقرآن، حديث فاجر كافر بالقرآن، وحافظينه قوي السلفية وفرحانين بيه قوي على الآخر. علشان إيه؟ عشان إحنا بدلنا نعمة ربنا، بدلنا نعمة ربنا خلاص، وبقينا نفخر ونقول عليهم مجاهدين في سبيل الله وشهداء والحقونا ناس. ده الناس دي حاجة عظيمة قوي، وهم أصلا لا يحبهم الله، وهم اصلا بيفعلوا ما ذمه الله. ازاي ما ذمه الله؟ اقول لك ازاي. ربنا سبحانه وتعالى غير بقى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، غيرها بقى بيقول ايه؟ بيقول لك افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. تطلع لي حديث تقول انه امرت ان اقاتل الناس؟ بيقول لك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، بيقول لك وقولوا للناس حسنا، بيقول لك هقول لك ايه بس، هي دي الدعوه والله كده، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده. كل ده مش عاجبك انت طبعا، وبيقول وشاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. انتوا ايه؟ كل حاجه في القران، كل الايات دي مش عاجباكوا، بس عاجبكوا سيف الله المسلول، عاجبكوا سعد بن ابي وقاص، عاجبكوا عمرو بن العاص. قال واحد اهبل بيشتكيني في النيابه، يقول لك ان اصله بيقول على سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص ده ايه؟ سيدنا عمرو بن العاص ده راجل لو مؤاخذة ما عندوش ضمير، ما عندوش ضمير. ما هو ده اللي خان في قضية التحكيم بين علي ومعاوية. مش كان في محكم لعلي وهو كان محكم معاوية، وكانوا متفقين انهم يعزلوا. مش انت درست كده في الكتب في المدارس؟ كانوا متفقين انهم يعزلوا علي ويعزلوا معاوية اللي بيحاربوا بعض دول. فعمرو بن العاص مكر بالمحكم بتاع علي وقال له اتفضل قول انت. فقال انا اخلع صاحبي كما يخلع هذا الخاتم من اصبعي. جه الدور بقى على عمرو بن العاص بعد ما كان متفق معاه اللي هو ايه؟ والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. لا هو بقى لا عنده امانه ولا عنده عهد ولا راعيه خالص. ادي عمرو بن العاص اللي انت بتشتكيني في النيابه عليه يا اخويا. يهبل يهبل يعني ما بتفكرش في اي حاجه. قال وانا اثبت صاحبي، فبقى معاويه هو الخليفه. معاويه بن ابي سفيان بقى هو الخليفه، وبعد كده ابنه يزيد، وقتلوا كل اهل بيت النبي من الذكور، واقتادوا اناث اهل بيت النبي في موكب نصر بالاغلال، اقتادوهم بالاغلال. هو ده اللي حصل في اهل بيت النبي. انا مش شيعي على فكره، انا مش شيعي عشان برضو ما هو انتوا دايما الشيطان لاعب في دماغكم وبيلعب كوره وبيقسمها مره فريق النحاد ومره فريق النحاد، بس دايما نلعب الشيطان. انا لازم يعني انتوا محتاجين تاخدوا دوره في تدبر كتاب الله، دوره علميه في فهم تاريخ الاسلامي، ويعني ايه تراث ويعني ايه سلف، وهل المساله بالسلف والخلف ولا المساله بالتقوى؟ يعني هنا ما فيش متقين خلاص والسلف هو اللي كان تقي؟ ده السلف هو اللي ضيعنا. هو
الائمه الاربعه دول كانوا بيعرفوا حاجه اصلا؟ عشان تقول لي هو انت تعرف اكتر من إيه؟ ما هو عشان انت ما بتقراش، فاهم؟ كل الناس زيك. ايوه اعرف اكتر من الامام ابو حنيفه والشافعي ومالك وابن حنبل 7000 مره مضروبين في مليون، يبقى 7000 مليون في اربعه كمان. امال ايه؟ هو الزمن اللي انا عشته والعلم اللي انا اتعلمته والقرايه اللي هو كان عنده اصلا طباعه الشافعي ولا مالك ولا ابن حنبل؟ ده الشافعي ده وكسنا لما قال انه السنه، ان السنه وحي زي القران. محدش في الدنيا قال كده الا هو سيادته، وده قال كده عجب بقى مين؟ اهل الاهواء من السلف برضه، فقالوا ده السنه صحيح كده وحي. الوحي للرساله والرسول، اما النبوه فدي اجتهاد يصيب فيها ويخطئ، والنبي كان بيخطئ كتير وكان بيذنب، انما الرسول لا كان بيخطئ ولا كان بيذنب. ولازم تفرقوا بين النبي والرسول، ولازم تفرقوا بين الرسالة وبين الأحاديث النبوية. أما بقى إن أنت تخلط وما أنتش دريان أنت والشيخ بتاعك العدمان، ده مسألة تانية بقى. بوظتوا الدين خالص وخليتوا الغالي رخيص والرخيص غالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولعلكم تنتبهون وتتقون وتتدبرون. شكرا جزيلا.